فترة كبيرة ما بنزلش وده كان لأسباب، بس إن شاء الله مش هتكرر. في سلسلة جديدة بعملها وده أول فيديو فيها، اللي هي سلسلة اعرف هاردويرك. في السلسلة ديت هعرفك قطع البي سي وتفاصيلها وإمكانياتها ودورها إيه في جهازك. وعشان نكون عارفين بس، الكمبيوتر بيتكون من 6 قطع أساسية: المذر بورد والبروسيسور وكارت الشاشة والرامات والتخزين بتاعك اللي هو الستورج ديفايس والباور سبلاي. فيديو النهارده يكون عن المذر بورد. تمام، المذر بورد إيه المذر بورد وإيه اللي يفرقهم عن بعض وإيه مواصفاتها وتفاصيلها؟ المذر بورد لو هنديها كونسبت ليه علاقة بالإنسان، فالمذر بورد حرفيا هي جسم الانسان اللي بتجمع كل القطع جواه وبتوصلهم ببعض. طب تمام، معظمكم عارفين ده. فين التفاصيل وايه اللي يفرقهم عن بعض؟ وهل هيكون في فرق في الاداء لو في بوردتين مختلفتين بس متركب جواهم نفس القطع؟ هقول لك كل حاجه بس ركز معايا. اللي يفرقهم عن بعض حاجتين: اول حاجه، هل المذر بورد دي بتدعم القطع اللي انت عاوزها ولا لا، ودي متوقفه على كذا عامل بس اهمهم نوع سوكت البورده. وتاني حاجة، بيكون فرق في المواصفات. أول اختلاف اللي هو سوكت البوردة، وده بيختلف من ناحية هل البوردة دي بتدعم معالجات انتل ولا اي ام دي. ولو بتدعم انتل بيكون بتدعم الجيل الكام، لأن كل جيل في انتل بيكون مختلف عن اللي قبله من ناحية السوكت والامكانيات برضه. فمثلا الجيل الثالث مش نفس سوكت الجيل الرابع، فبالتالي مش نفس البوردة. انت محتاج تعرف سوكت البروسيسور اللي انت عاوزه وسوكت البوردة قبل اي حاجة. ولو المعالج من اي ام دي فده بيكون سهل شوية وهنعرف ليه قدام. تاني حاجة بتميز بوردة عن بوردة هو التشيبسيت والاوفر كلوكينج. معناهم باختصار هو موديل البوردة، وبيشرح لك عنها كذا حاجة. بالنسبة لانتل فالتشيبسيت بتكون محيرة شوية عشان هي 4 فئات مختلفين وفي بينهم اختلافات كبيرة. اول حاجة فئة الزد زي الزد 370. تاني حاجة فئة الاتش زي الاتش 370. تالت حاجة فئة البي زي البي 360. رابع حاجة فئة الاتش زي الاتش 310. دي فئتين الرمز بتاعهم اتش. هعرفك الفرق بينهم دلوقتي. اول حاجه، البورده اللي من نوع زد هي البورده الاعلى وفيها اكبر كميه من المميزات زي كسر سرعه المعالج والرامات، وان انت تركب كذا كارت شاشه، ومنافذ يو اس بي اكتر، منافذ ام دوت 2 اكتر، ومنافذ بي سي اي اكسبريس اكتر. يعني بالمختصر فئه الزد ديت هي بتكون اعلى فئه في بورد انتل. وخلي بالك في جزئيه كمان، ان فئه زد هي الفئه الوحيده اللي تدعم كسر السرعه، وده برضه بيكون متوقع ان المعالج اللي انت جايبه يكون من الفئه كي عشان يدعم كسر السرعه. طبعا ده في فيديو المعالجات. دلوقتي بقى في سؤال: اليو اس بي احنا عارفينه، منافذ الام دوت 2 احنا عارفينها، انما ايه بي سي اكسبريس دي بتعمل ايه او لازمتها ايه في البورده؟ هقول لك. البي سي اكسبريس ديت بتربط بين بعض قطع الكمبيوتر زي المعالج وكارت الشاشه والتخزين زي الاس اس دي او الام دوت 2. هي بتعمل ايه بقى؟ هي بتنقل البيانات بين المكونات الداخليه للكمبيوتر بسرعات كبيره جدا. في منها اشكال مختلفه، في منها موديلات مختلفه. ايه الفرق بينهم؟ الفرق في الاشكال ملوش علاقه بالامكانيات، ده بيكون على حسب بس المخرج او المدخل شكله هيبقى عامل ازاي. انما الفرق بين الموديلات او الفئات بيكون في سرعه نقل البيانات، لان ما بين كل موديل وموديل بيكون فيه تفاوت كبير جدا بين سرعه نقل البيانات. وهتلاقي كروت الشاشه مكتوب في مواصفاتها هي محتاجه بيسا اكسبريس حجمها قد ايه وموديلها انهي موديل. وخلي بالك عشان دي نقطه مهمه جدا، لازم تعرف البورده اللي هتجيبها بتدعم المنافذ اللي الكارت عاوزها ولا لا. مثلا هتركب مكانين للام دوت 2، تعرف البورده برضو فيها كام مكان للام دوت 2، لانك لازم تعرف كل حاجه متوافقه مع بعض من حيث شكل المنفذ ومن حيث الموديل. من حيث الموديل فهو مش مشكله قوي، لانك لو جبت كارت محتاج بي سي اي اكسبريس 4 وانت عندك في البورده بي سي اي اكسبريس 3، فالكارت كده كده هيشتغل. بس ايه هتبقى المشكله؟ المشكله مثلا بشكل بسيط انك لو الكارت بتاعك بينقل بيانات في الثانيه 2 ميجا، يعني بينقل لك حاجتين في الثانيه، والبي سي اي اكسبريس اقل من اللي هو عاوزه، فبدل ما ينقل لك 2 هينقل لك 1.5. ده هيعمل لك ايه؟ هيقلل لك من اداء الكارت وهيقلل لك من سرعته. يعني في الاخر كده هيحجم الكارت، مش هتعرف تاخد منه كل اللي الكارت يعرف يديهولك، بس هو كده كده هيشتغل، بس هتخسر شويه من الامكانيات. فانت لازم تخلي بالك البورده اللي انت هتجيبها منافذ البي سي اكسبريس بتاعتها شكلها عامل ازاي وموديلها ايه، عشان تعرف هتمشي مع الكارت اللي انت هتجيبه وبقيه القطع ولا لا. نرجع بقى لباقي الفئات، وعندك الاتش 370 هي اقرب بورده للفئه زد. الفرق الوحيد بينها وبين الفئه زد ان الاتش 370 مش بتدعم كسر السرعه، وبعديهم يجي البي 360 برضه بمواصفات اقل منهم شويه، وفي الاخر خالص يجي الاتش 310. الاتش 310 اللي يفرقها عن البي 360 وهي حاجه اسمها الفي رام. الفي رام ديت اللي هي توصيل الطاقه للمعالج او الباور ديليفري، دي اللي بتوصل الطاقه لوحده المعالجه المركزيه او البروسيسور. فالفرق بين البي 360 والاتش 310 ان الاتش 310 اضعف من ناحيه الفي رام او توصيل الطاقه للمعالج، فكده يعتبر اعلى فئه في انتل اللي هي فئه الزد، واقل فئه هي فئه الاتش 310. قلنا ان الاتش 310 الفي رام بتاعها بيكون ضعيف، فبالتالي هي بتكون مناسبه او احسن للمعالجات الضعيفه فزي الاي 3. توصيل الطاقه او الفي رام دي هي بتكون الحاجه المسؤوله عن تنظيم وتوصيل الطاقه لوحده المعالجه المركزيه اللي هي البروسيسور. وحضرتك بقى لما بترفع تردد التشغيل او بمعنى اصح بتعمل كسر سرعه،
هي اللي بتكون مسؤوله عن كل حاجه. وهنا نرجع بقى للسؤال اللي سالناه في الاول خالص، هل المذر بورد بتاثر على الاداء؟ وعندك بوردتين فيهم نفس الامكانيات ونفس القطع، بس مثلا البوردتين دول من شركتين مختلفتين او من فئتين مختلفتين، هيكون في فرق بينهم؟ هيكون في فرق من ناحيه الاداء؟ بشكل عام لا، مفيش فرق، لكن ممكن يحصل فرق في حاله واحده وهنعرفها دلوقتي. انت مثلا لو معاك معالج i9 9900K وركبته على بوردتين من الفئه زد اللي هي زد 370، بورده كانت من جيجا بايت وبورده كانت من ايسوس، فهنا مش هيحصل مشكله لانك ركبت المعالج الصح على البورده الصح. معالج بيحتاج طاقه عاليه على اقوى بورده واقوى توصيل طاقه. انما بقى لو انت جبت نفس المعالج اللي هو i9 9900K وركبته على بورده زي ال H310، هل هو هيشتغل؟ ايوه هيشتغل. هل هيحصل فرق في الاداء؟ هيحصل فرق كبير في الاداء، لانك جايب معالج بيحتاج باور عالي جدا وطاقه عاليه ومركبه على بورده توصيل الطاقه فيها يعني اضعف حاجه، فطبيعي تلاقي عندك فيه مشكله في الاداء. فانت لما تركب معالج محتاج باور عالي زي دوت على بورده ضعيفه زي ديت، مش هتاخد منه الاداء الكامل، لان اولا مش تقدر تعمل كسر سرعه لمعالج بيتعمل له كسر سرعه من الفئه كي، ثانيا مش توصل للسرعه القصوى بتاعته اللي هي البوست كلوك. كده احنا شبه عرفنا كل حاجه عن بورد انتل. نروح بقى لبورد اي ام دي. بورد اي ام دي الموضوع فيها ابسط بكتير، كلها بتشتغل على سوكيت اي ام 4، فبيكون الفرق في البورد بين المواصفات نفسها. فانت عندك فئات البورد عباره عن A320 اللي هي اقل بورده، B350، B450، X470، X570 دي اعلى بورده للاكس 570. البورد دي كلها بيدعم كسر السرعه الا اول بورده اللي هي ال A320. ببساطه عشان نكون واضحين، البورده ال A320 ديت اول حاجه خالص، يعني من الاخر كده ما فيهاش غير الحاجات الاساسيه بالظبط، ما فيهاش اي رفاهيات، ما فيهاش اي مزايا، ما فيهاش كسر سرعه، ما بتدعمش رامات بترددات عاليه، نظام توصيل الطاقه فيها اللي احنا اتكلمنا عنه فوق اللي هو الفي رام برده بيكون ضعيف. اما البورد زي البي 350 والبي 450 بيكون فيها كسر سرعه، تدعم رامات بسرعات اعلى شويه، وطبعا في رام افضل. انما بقى لو عايز تعمل تجميع احترافيه وتكسر سرعه بشكل كبير تستخدم رامات بترددات عاليه، فانت لازم تروح بورد من الفئه اكس زي الاكس 470 او الاكس 570 عشان بيكون فيها انظمه طاقه عاليه جدا، منافس اكتر للهاردات، تدعم رامات بسرعات عاليه جدا، ينفع تركب فيها اكتر من كارت شاشه، ومزايا كتير بقى. عشان تدفع فلازم تتدلع. بعدين ننتقل لتالت حاجه اللي هي الفورم فاكتور او حجم البورده نفسها. في 3 احجام اساسيين وحجم رابع بيكون مش متداول جدا: المايكرو اي تي اكس، الميني اي تي اكس، الاي تي اكس والاكستنتد اي تي اكس. الميني والمايكرو مش موجودين كتير، انما معظم البورد اللي بتكون موجوده في تجميعاتنا اللي عندي وعندك وعند معظم الناس هي الاي تي اكس. وخلي بالك عشان حجم البورده ملوش علاقه بالاداء، مش هيفرق البورده صغيره او كبيره، البورده ليها علاقه بتوصيل الطاقه، المنافذ اللي جواها، التبريد بتاع البورد، القطع اللي متركبه جوه البورده، دي بقى اللي بتتحكم بشكل نهائي في الاداء. عندك بعد كده حاجه مالهاش علاقه بالاداء اللي هي الاكسترا فيتشرز، اللي هي من الاخر كده مالهاش اي علاقه بالاداء، هي يا دوبك حاجات بتكون موجوده عشان تحلل الفلوس انت هتدفعها. عندك بورد زي الاكس 570 من ايروس، فيها نظام ار جي بي متطور، تبريد على البورده، فيها واي فاي على البورده، فيها منافذ يو اس بي بالهبل، تقريبا فيها كل حاجه. فهي الحاجات اللي بتكون موجوده كاضافات انت بتاخدها لما تدفع زياده، حاجات بتكون مالهاش علاقه بالامكانيات بس بيكون ليها علاقه بالفلوس انت هتدفعها. في الاخر احب اقول لك ان البورد عامله زي جسم الانسان بالظبط، وبينطبق عليها مثل الجسم السليم في العقل السليم. ما ينفعش تروح تجيب بروسيسور ب 15 او ب 20000 جنيه وتجيب له بورده ب 3 4000 جنيه او 5000 جنيه، هتبقى حاجه مش معقوله. طب انت جايب بروسيسور عالي جدا محتاج توصيل طاقه عالي جدا، جايبه على البورده متواضعه، فدي حاجه مش تنفع. فانت لازم تمشي مع البورده بنظام، هتجيب قطع غاليه ومتطوره، فانت محتاج تجيب بورده تهندل الموضوع ده كله، توصل الطاقه المطلوبه، ما يكونش في تاثير من البورده. هو كده كده البورده مش هتاثر معاه، بس لو هتجيب قطعه غاليه ومتطوره فانت هتكون محتاج تجيب بورده محترمه عشان تعرف تهندل كل القطع من غير ما يحصل لك اي مشاكل. هتجيب قطع رخيصه ومتواضعه، فانت يا دوبك تجيب لك بورده ان انت يا دوبك تلمهم مع بعض. فانت في الاول والاخر الموضوع بيبقى في ايدك. ما تنساش تسيب لي اي سؤال انت عايز تساله في التعليقات، تخش على انستا عندك اي سؤال، عندك اي حاجه عايز تقولها او تعديل حتى، التعليقات تحت. لايكك واشتراكك. مع السلامه.